لما يبقى يتيم وأمي ويبقى سيد العالمين، منطقي الحساد هتكتر، والعدا والكارهين، واللي هيقول لك ده شاعر، واللي هيقول لك ده ساحر، واللي هيقول لك ده كافر، واللي يكتب واللي يرسم واللي يكذب واللي يشتم. منطقي هي غيرة زي غيرة الوليد بن المغيرة. مش كان هيسلم، بس حاجة في نفسه حكت، كبره خلى نفسه شكت. أصل ده الكبر ده أكبر خطر. بس يعني الجنة تعمر وحدها، حبة في الجنة ونعيمها وحبة في سقر. طبعا منطقي ومنطقي. لما يبقوا المسلمين حالهم كده تطلع ضوافر للعدا. ما دمت مش زارع بإيدك غلتك، والجوع جرس على معدتك فزلتك، ما دمت متشتت وتايه في الكلام، فين الودان اللي هتسمع كلمتك؟ ومنين يجي لك وش تغضب ولا تحمج ولا ترفع شكوتك؟ هم مش قاصدين يهينوا المصطفى بحبة صور، هم عارفين ان سيدنا النبي سيد البشر. هم قاصدينك وقاصديني وقاصدين كل جيلنا، وطول ما بنطاطي وبنخبي وبنداري الحجايج لسه ياما راح يجيلنا. احنا ما رسمناش نبينا في العيون. لو كانوا حضروه كانوا عرفوا يرسموه، كانوا هيسموه بعدله وبسماحته وبهدوءه. كانوا شافوا ان الصحابة بتلحق المية اللي نازلة من وضوء. الله. احنا ما رسمناش نبينا في العيون، احنا فهمناهم ان الدين بتاعنا لا فيه ادب ولا فيه علوم ولا فيه فنون. اتلهينا فاحنا كنا واحنا كنا واحنا كنا ونمنا في اللي راح يكون. بس احنا فوقنا بجد، اسفين لك وراجعين لك. شعبك نشيط عامل وصافي وتقي زيك يا سيدنا المصطفى. الله. يا ابو قلب طاهر نقي. اما اللي وكلاهم غيرتهم فده منطقي. الله.